لعندهم، هم اللي اجوا على. اليوم بهذا الفيديو يا جماعة راح احكيكم عن قصة صارت معي، وهي قصة حقيقية صارت معي بالفعل. فيلا نبلش بهذا الفيديو. مرحبا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم يا شباب راح يكون عن قصة صارت معي انا، يعني قصة حقيقية صارت معي يعني بالفعل كذا. والقصة يا جماعة هي اللي راح احكيكم اياها يعني صارت معي بال 2019 قبل تقريبا اعتقد 6 سنوات، يعني قبل 6 سنوات صارت معي هي القصة، او قبل 7 سنوات صارت معي هي القصة بال 2019. وطبعا خلينا نبلش بهي القصة. القصة هاي يا جماعة صارت معي بال 2019 مثل ما قلت لكم. كنت أنا بهذاك الوقت يا جماعة مع صاحبي أو مع صديقي وكذا، كنا قاعدين بالحي عم نحكي وكذا. طبعا يعني كنا عم نحكي مع بعض وندردش مع بعض وكذا. يعني الشيء اللي صار يا جماعة بانه نحن قررنا انه نحن نتمشى انا وياه بالحي زي العادة تماما نحن بالحي. فانه انا كثير يا جماعة بيعرفوني كثير يعني بيعرفوني كثير اصدقاء هون في الحي. فيعني هون في الحي، بس يعني هو كان معي صديقي وكذا، فكنا نحن بنتمشى بالحي. وطبعا لما نحن كنا بنتمشى بالحي لقيت رفيق لإلي. هذا رفيق لإلي يا جماعة كان يدرس معايا بالمدرسة، كان يساعدني بحمل الشنطة، كان يساعد بحمل الحقيبة تبع المدرسة. كان هو يدرس معايا يا جماعة. هو أصلا كان يدرس معايا بنفس القسم يعني بنفس القسم وكذا، وكان يعاملني بشكل كتير كويس. طبعا بدي إياكم تركزوا بعدين شو رح لكم يعني بالقصة يعني بشكل عام. طبعا الشيء اللي صار وكذا اني انا التقيته، كثير فرحت لاني انا التقيته، كثير فرحت لاني انا شفته، لاني صار لي يعني ما صار لي كثير وانا شايفه، بس انه لما شفته لاني يعني بعدين لما هو انتقل يعني للمراحل الثانية، يعني المرحلة الثانية من المدرسة، في المدرسة اللي ما هو كان يدرس، يعني هو انتقل وانا رجعت عدة السنة يا جماعة. فهو انتقل وانا صار لي زمان كتير ما شفته، يعني صار لي زمان كتير ما شفته. فلما شفته بهذاك الوقت، كتير فرحت. بس كان معه رفيق، يعني كان معه اعتقد جاره، وجاره هذا يا جماعة اللي كان هو عنده، يعني هو يعني جاره هيك شيء، يعني ما بعرف إذا كان هو جاره أو صديقه أو صديق يدرس معاه بالمدرسة، ما أعرف، الله أعلم يعني. بس أنا الشيء اللي بعرفه يا جماعة إنه هو كان صديقه أو كان جاره هيك شيء. كان أعتقد أنا بتذكره يا جماعة، بتذكر كتير منيح ملامحه، بتذكر كتير منيح كيف يعني مواصفات رفيقه، يعني بتذكر كتير منيح مواصفات رفيقه هذا كان شعره أصفر أعتقد هيك شيء، كان طويل وكان بيرتدي نظارات وكذا. التقيته، تعرفنا على بعض، عرفته وكذا. ويعني أكيد أنا رفيقي اللي كان يدرس معي أنا بعرفه وكذا، يعني أنا بعرفه. بس أنا بعدين تعرفت على رفيقه اللي كان معه أو جاره، ما بعرف، يعني اللي كان معه أنا تعرفت عليه، عرفته لأني أعتقد أني كنت بشوفه معه دائما، يعني لأني أنا كنت بطلع لبرا وكنت بطلع مع أصحابي، بكون مع أصحابي هيك بشوفه بكون معه يعني رفيقه هداك، وتعرفت عليه. وبهذاك الوقت لما تعرفت عليه يا جماعة كان بنفس اليوم اللي راح احكيكم فيه بعدين شو صار، يعني بعدين شو صار بهي القصة بشكل عام. الشيء اللي صار يا جماعة بانه نحن كنا قاعدين نحن الأربعة، رفيقي انا وانا، يعني انا في مكان يعني في الوسط، انا كنت في الوسط بيناتهم. رفيقي اللي كان يدرس معي ورفيقه اللي انا تعرفت عليه، او جاره اللي انا تعرفت عليه. طبعا الشيء اللي صار بانه نحن كنا نقعد مع بعض، كنا نحكي مع بعض هيك، يعني كنا قاعدين عم نحكي مع بعض، عم نحكي ندردش مع بعض وكذا. بعدين كل حدا وين راح؟ لانه انا بالعاده يا جماعه
بطلع يعني بالعادة اني انا بطلع يا جماعة بالمساء، يعني ما بطلع بالصبح. فهي المرة انا طلعت بالصبح، يعني طلعت بالصبح لقيت رفيقي كتير فرحت، يعني طبعا حكينا مع بعض ودردشنا، وهذا الشيء يعني كان كتير 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 حلو بشكل عام. يعني بعدين يعني بعدين خلص، يعني خلصت يعني خلصت انه نحن حكينا مع بعض انه كل حدا وين راح، كل حدا وين راح يا جماعة. تخيلوا كل حدا وين راح. انا رحت بهداك الوقت. طبعا انا قلت لهم انه انا بدي اطلع للبيت، خلص انه بدي اطلع للبيت لانه الاذان الظهر كان قرب يا جماعة، كان قرب وكان لازم اني اطلع للبيت وكذا يعني بشكل عام. طبعا بهداك الوقت انا قلت لحالي بانه مدام انه كان الجو حلو كتير بهداك الوقت، لانه كان في صيف وكان الجو حلو كتير، كان الجو جميل وكذا، فقلت خليني ضل شوي وبعدين انا بطلع للبيت، يعني بطلع للبيت لانه كان هداك الوقت كان ضايل للظهر، كان شوي يعني هيك كان رح يأذن، خلص كان رح يأذن، ضايل رح يأذن وكذا. طبعا انا رحت في ساحه، او نحن عندنا ساحه يعني هيك قدام بيتنا، نحن عندنا ساحه كتير كبيره، طبعا رحت لهي الساحه وكذا، رحت لهي الساحه وانا عم امشي هيك وكذا، كانوا في 2 من الاطفال. شوفوا الطفل الاول انا بعرفه، الطفل الثاني لا ما بعرفه، الطفل الثاني ما بعرفه. شافوني، طبعا انا ما كنت حابب اني اروح لعندهم وما كنت حابب اني احكي معهم، يعني ما كنت حابب اني احكي معهم لانه كنت رح روح، بس انه هم كانوا مصرين انه انا اجي، يعني انه كانوا مصرين انه بدي احكي معاهم، يعني انه ليش بدك تروح. كانوا اطفال صغار يا جماعة، كانوا اطفال صغار هيك، يعني اعتقد كانوا صغار يا جماعة. طبعا هم مثل ما قلت لكم انه هم كانوا مصرين اني انا اجي لعندهم، هم اللي اجوا على عندي وكذا. وشو كان السبب؟ رح لكم شو كان السبب. يعني السبب الوحيد انه كانوا بدهم احكي لهم قصة او اسطورة، ما بعرف، اسطورة معروفة في اليابان، كان بدهم احكي لهم هديك القصة المرعبة. سألتهم انه اذا بتخافوا ما بحكي لكم، يعني قلت لهم اذا انتم بتخافوا ما بحكي لكم، يعني انه ليش بدي احكي لكم. طبعا انا حكيت لهم الاسطورة انه هم اللي كانوا بدهم هذا الشيء، طبعا هم اللي كانوا بدهم هذا الشيء وانا حكيت لهم الاسطورة يا جماعة. يعني حكيت لهم هاي القصة مع انه هم اولاد، وانا كنت كتير خايف انه ممكن يخافوا او ممكن يرتعبوا او ممكن ما بعرف، لانه الاولاد يرتعبوا يا جماعة، الاولاد يرتعبوا، بس هم لانه شفتهم كتير متحمسين انه بدهم يسمعوا القصة، بدهم يسمعوا هاي الاسطورة المعروفة، يعني هي مجرد قصة يا جماعة. يعني انا حكيت لهم اياها، يعني ما صار شيء ابدا، يعني حكيت لهم مجرد قصة فقط يعني بشكل عام. لما حكيت لهم هاي القصة وكذا أنا حبيت إني أمزح معهم مزحة صغيرة فقط، يعني ما كان هدفي أي شيء، ما كان هدفي أي شيء غلط. كنت بدي إنه أنا أمزح معهم، إني خوفهم وكذا، وبلش إني أركض وراهم. طبعا هم يخافوا، يعني طبعا هم يخافوا، بس انا ناديت لهم قلت لهم لا تخافوا كذا، انه تعوا شو في تعوا. بس بعدين انا خلص، يعني انا رحت، يعني بشكل عام انا طلعت للبيت لانه كان خلص كان الظهر رح يأذن فذاك الوقت وكذا، فطلعت للبيت وانا ما كنت بعرف شو ممكن ينطرني، يعني شو ممكن ينطرني بشكل عام. طلعت للبيت وكذا، ومثل العادة كنت عم جهز حالي لحتى اطلع بالمساء، لحتى اطلع بالمساء يعني البيت، يعني لحتى اطلع للمساء برا، يعني حتى اشوف رفقاتي وكذا، احكي معاهم، اصحابي احكي معاهم وكذا. طبعا انا طلعت بالمساء مثل العادة، طلعت بالمساء والدنيا يعني الجو كان حلو يا جماعة، كان حلو كتير الجو. وطلعت بالمساء بهداك الوقت كنت رايح لعند رفيقي بشكل عام، كنت رايح لعند صاحبي
وكذا، مش صاحبي اللي كان يدرس معايا. بعدين راح احكي لكم شو صار. هلا راح احكي لكم بالقصة شو صار بالضبط، يعني شو الشيء اللي صار يعني وكذا. كنت متوجه او كنت راح اتوجه لعند صديقي هاد، صديقي هو يعني هو بعرفه، هو بيعرفني وانا بعرفه وكذا يعني بالحي هيك. كنت رايح احكي معاه. طبعا كنت رايح احكي معاه، وانا جاي احكي معاه يا جماعة طلعوا عم يدوروا علي. يعني طلعوا يعني صديقي اللي كان يدرس معايا وصديقه يعني جاره، يعني او ما بعرف يعني شو بتقربهم، يعني شو بيقربوا او شو يعني بيقربوا. ما قدرت اعرف هذا الشيء. كانوا يدوروا علي لانه هدوك الاطفال الاثنين راحوا وخبروا يعني وخبروهم او هيك يعني بلغوا عليهم. يعني الاطفال حكوا يعني اجوا وقالوا له عبد الرؤوف هيك صار معانا، عبد الرؤوف هيك صار، يعني هيك عملنا وكذا. فانا ما عملت شيء، هم اللي كانوا بدهم احكي لهم القصة، هم اللي كانوا بدهم هذا الشيء، كانوا بدهم يسمعوا وكذا. سألتهم كذا مرة، قلت لهم إذا بتخافوا ما بحكي لكم القصة، إذا بتخافوا ما بحكي لكم القصة يعني. وبشكل عام أنا سألتهم، يعني أعطيت لهم هيك يعني عشان ما يعملوا شيء يعني وكذا. طبعا أنا جاي يا جماعة عشان أرجع، بدي روح عشان ما أشوفهم، ما بدي أشوفهم وكذا، ما بدي اشوف، لاني ما كنت بعرف اصلا انه هم جايين على هذا الموضوع. هم جايين على هذا الموضوع تبع ليش انت حكيت لهم هاي القصة، او ليش انت رعبتهم، او ليش انت عملت لهم هيك شيء وكذا. بشكل عام كنت انا جاي رايح وكذا، بدي اهرب، ما بدي اهرب، ما كان بدي اهرب، لا ما كان بدي التقيهم، ما كان بدي اشوفهم يعني، ما كان بدي اشوفهم بشكل عام. هم مسكوني. كان في سيارة بيضاء بالجزائر، نحن خلص انسوا، هي سيارة يا جماعة، هي كان في سيارة من هون وسيارة من هون. بتذكر هذا الشيء يا جماعة، بتذكر هذا الموقف اللي صار معايا، وبتذكر كتير منيح ايش الشيء اللي عملوا لي اياه. واول اشي يعني صار رفيقي اللي انا كتير تفاجأت منه، انه كنت انت بتحبني وصرت ما بتحبني، صرت تعاملني بشكل مش كويس. يعني ايش في، يعني شو صاير، يعني شو الشيء اللي غيرك، يعني شو الشيء اللي غيرك، يعني كل هذا بسبب انه الاطفال قالوا لك هيك يعني خبروك يعني خبروك انه شو انا هيك، يعني شو مسكوني هم الاثنين، هم جايين الاثنين، رفيقي اللي كان يدرس معايا ورفيقه اللي قلت لكم وصفت لكم اياه في بداية الفيديو، انه كان شعره اصفر وكان طويل وكان يرتدي نظارات. بتذكر هيك يا جماعة بتذكر هيك يعني. رفيقي مسكني هيك وكأنه هيك، يعني كأنه بده يضربني او كأنه بده يعمل لي شيء وكذا. مسكني هيك وكذا، مسكني هيك يعني مسكني من التيشيرت او مسكني من القميص وكذا بطريقة كثير معصبة، كان كثير معصب. يقول لي بتذكر يا جماعة هذا الشيء اللي قال لي اياه، بيقول لي بانه اذا بتعمل هيك بكسرك. يعني انا كثير هيك ما خفت من يعني ما خفت يا جماعة وكذا. بس انا واجهتهم، انه خلص واجهتهم كذا، وقلت لهم الكلمة هي. طبعا هم تمسخروا على هي الكلمة اللي انا قلت لهم اياها، بس انا ما حكيت معهم باللهجة الجزائرية، بس حكيت معهم باللهجة السورية وكذا، وصاروا يتمسخروا على هذيك الكلمة اللي انا قلتها.
وكذا، صاروا يتمسخروا علي، صاروا ما يحبوني. تخيلوا رفيقي اللي كان يدرس معايا يعمل لي هيك يشد التيشيرت، يشد لي من التيشيرت او القميص تبعي، يشد لي ياوي يقول لي اني انا بدي كسرك اذا عملت هيك وكذا. يعني عملها بطريقه ما بتتصوروها يا جماعه. ما كنت متوقع انه ممكن يعمل هيك، ولا بحياتي تصورت انه ممكن رفيقي يصير يعاملني هيك، يصير ما يحبني او ما يصير يتفق معايا، ما يصير يحكي معايا وكذا بشكل عام. طبعا انا رحت وانا معصب وكذا، يعني انا رحت وانا معصب. طبعا انا طلعت للبيت وكذا وانا كنت كتير معصب، كتير معصب من الشيء اللي صار وكذا، انه ليش عملوا لي هيك، ليش، شو السبب اللي خلاهم يعملوا لي هيك. هذا كله بسبب قصة انا حكيتها لاخوه. اعتقد انه كان هذا اخوه يا جماعة، لا هو كان، اعتقد هذاك الطفل الثاني كان اخ يعني جار او صديق رفيقي، صديقي يعني بشكل عام. بعدين انا يعني من كتت ما الشيء اللي صار معايا وكذا، انا كان بدي انه انا اعمل لهم شيء، انه انا خلص يعني عصبت كتير انه ليش عم بيعملوا لي هيك. انت جاي عم تمسك التيشيرت او جاي عم تمسك القميص بطريقه انه معصب كتير وعم تقول لي هاي الكلمه، انه ليش يعني، ليش؟ بس قال لي السبب، يعني بدي اعرف وكذا. فطبعا انا حكيت القصة بهداك اليوم، يعني بهداك اليوم باليوم التالي حكيت القصة لرفقاتي، حكيت القصة لأصدقائي كلهم، أصحابي كلهم، حكيت لهم شو صار، شو هيك، قلت لهم هيك صار وكذا. طبعا أنا كنت قاعد هيك، رفقاتي كانوا كتار، يعني كانوا كتار، أنا كنت قاعد معاهم كذا بشكل عام، كنت قاعد معاهم وأم أحكي لهم القصة بشكل عام. يعني أنا لما حكيت لهم هاي القصة قلت لهم هدون هم، يعني أنا أشرت لهم إنه هدون هم اللي صارت معايا المشكلة معاهم، أو اللي صارت معايا المشكلة معاهم. بعدين هم اجوا يا جماعة، وبتذكر اني انا كنت قاعد مع اصحابي، كنا قاعدين على المقعد، كنا قاعدين مع اصحابي، وكانوا كثير اصحابي حوالي، يعني كثير اصحابي حوالي، كان قاعد مع صاحبي من هون وصاحبي من هون وانا بالوسط وكذا. انا عم دافع على حالي وهم عم يدافعوا على حالهم. هم بلشوا يحكوا القصة وانا بلشت احكي قصة من وجهة نظري، انا بلشت احكي القصة اللي صارت معايا. يعني انا حكيت لهم القصة، على فكرة حكيت لهم القصة لرفقاتي، رفقاتي بيعرفوا بهذا الشيء، اصدقائي كانوا يعرفوا بهذا الشيء يا جماعة، كانوا يعرفوا بهذا الشيء. طبعا انا حكيت لهم القصة وكذا، وهم كمان كانوا يحكوا قصة، انا كنت عم احكي قصة، هم كانوا يحكوا قصة، هم كانوا يدافعوا على حالهم وانا كمان كنت عم دافع على حالي وكذا. وصارت مشكلة كتير كبيرة يا جماعة بهداك اليوم، صارت مشكلة كثير كبيرة. نحن كنا رح نتصالح، بس ما تصالحنا يا جماعة، ما تصالحنا. وانا ما كان بدي اتصالح اصلا معاهم، لاني خلاص يعني عرفت انه يعني عرفت انه صاروا يعاملوني بشكل مش كويس، عرفت هذا الشيء يا جماعة، يعني انه عرفت هذا الشيء. فالشيء اللي صار انه نحن توصلنا لحل واحد فقط. هم ما كانوا مقتنعين بالشيء اللي انا حكيته، ولهيك لما انا حكيت هذا الشيء صاروا يكرهوني اكثر، او صاروا ما يحبوني. هم بيحبوني بس ما اقدر اني احكم عليهم هذا الشيء، يعني ما بقدر اني احكم عليهم واقول لهم انه ما صاروا يحبوني او ما صاروا يحبوا يحكوا معايا، لا.
هم يا جماعة لما حكيت هذا الشيء ولما حكيت القصة كلها وشو صار معايا بالتفصيل لأصحابي وكذا، عشان هم ممكن يوصلوا لحل أو ممكن يحكوا معاهم وكذا عشان ما يضايقوني، عشان ما يزعجوني وكذا. أصدقائي أو طبعا دوك الاثنين صاروا كمان يحكوا قصة وبشكل عام. يعني طبعا نحن بهداك الوقت يعني كنا رح نتصالح مثل ما قلت لكم، كنا رح نتصالح بس ما تصالحنا ابدا، ما تصالحنا ابدا. وصلنا لحل واحد. الحل الواحد هذا بانه كل حدا ويروح بمطرحه. انت ما تقرب مني وانا ما اقرب منك ولا اذيك ولا اعمل لك اي اشي وكذا. طبعا هذا الشيء يعني هذا الشيء يعني كان متفق، يعني كنا نحن متفقين، يعني متفقين انه نحن انه هم ما يقربوا مني وما يعملوا لي شيء وما يحكوا معايا اصلا، ما يقربوا مني، ما يحكوا معايا. ما بدي يحكوا معايا ابدا، وما بدي يقربوا مني على الشيء اللي عملوا لي اياه، على الشيء اللي عملوا لي اياه ما بدي وكذا. طبعا بعدين توصلنا لهذا الشيء. مرة طلعت لبرا وكذا وانا عم امشي بالساحة الكبيرة الحي يعني تبعنا وكذا، بلتقيهم. انا ما كان بدي اني اعمل مشكلة وكذا، فانا ما كان بدي اني اعمل مشكلة. فايش انا سويت؟ انا كنت رايح وهم كانوا مفكرين انه انا خفت منهم، بس انا ما خفت منهم ابدا يا جماعة، ما خفت منهم. انا ما كان بدي انه اعمل مشكلة فقط. فصاروا يتمسخروا علي وصاروا يتمسخروا على هذيك الكلمة اللي انا انه حكيتها، صاروا يتمسخروا علي بطريقة كثير مستفزة، وهذا الشيء عصبني كثير، خلاني اني انظر لهم بنظرة مش كويسة ابدا. يعني كان الكلام تبعهم مستفز، كانوا هيك يعني يتمسخروا علي بشكل مش حلو ابدا، يعني مش حلو ابدا يعني. فهون انا فهمت كثير منيح بانه صاروا فعلا يكرهوني، يعني انه فعلا ما صاروا يحبوني وما صاروا بدهم. شوف حتى انا ما صرت بحب اني احكي معاهم، ما صرت احب اني احكي معاهم ابدا وكذا يعني بشكل عام. هاي كانت القصة يا جماعة. اخر مرة شفتهم فيها يا جماعة اعتقد كانوا بال2021 بنفس السنة يعني وكذا، وهذه كانت اخر مرة بشوفهم فيها، وانا ماني مستعد اني اشوفهم مرة تانية لانه على الشيء اللي عملوا لي اياه وكذا، لانه عملوني بشكل مش كويس يا جماعة، تمسخروا علي. يعني كتير اشياء صارت يا جماعة في هاي القصة. فهي كانت القصة يا جماعة. بدي اقول قبل ما انهي هاي القصة لا تنسوا انكم تحطوا لي لايك كتير كبير لهذا الفيديو لهي القصة، وكمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر يلي راح يظهركم على الشاشة. الطريقة كتير سهلة وما راح تاخذ منكم وقت، ولا تنسوا كمان تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء أنا بنزله على قناتي. وأنا بدي أقول لكم يا جماعة إلى اللقاء، باي باي. موطني